النهارده هنتكلم عن الاستثمار العقاري في مصر، وليه الاستثمار العقاري من أفضل الاستثمارات الموجودة داخل مصر. وده لأنه الاستثمار العقاري في مصر بيديك عائد من غير ما تبذل مجهود. وعلشان تختار الاستثمار العقاري الصح أو القطاع العقاري الصح لازم تعرف الفرق بين القطاع السكني والتجاري والإداري والطبي. الاستثمار العقاري ده عبارة عن كم بين الاستثمار والراحة النفسية، ولازم نفرق بينهم. اول ما بتفكر في الاستثمار العقاري بيجي في بالك اول حاجه الاستثمار في الوحدات السكنيه او في الشقق السكنيه، ولانه دايما بيكون بنفكر في الامان لينا ولاولادنا وحاجتنا واسرتنا، فعشان كده بيظهر اول حاجه في بالنا في الاختيارات الاستثمارات السكنيه او الشقق السكنيه. طيب لو بصينا من الناحيه الثانيه، الناحيه الاقتصاديه او الفرص الاستثماريه، تمام، بيكون وجهة نظر مختلفة أو تفكير مختلف. طيب لو جينا نبص للموضوع بشكل اقتصادي أو بجوانب تانية اللي هي العوامل الاستثمارية، بيكون تفكيرنا أو وجهة نظرنا بتتغير 180 درجة. ليه؟ لأنه ساعتها بنكون نظرنا أو الاختيارات اللي ظهرت معانا الاختيارات الاستثمار الإداري والطبي، وده المتقارب في السعر بتاعهم والعائد بتاعهم متقارب وبيكون أعلى من الاستثمار في السكن. وفي الاختيار الاخير اللي هو التجاري، واللي بيكون فيه عائد اعلى من الاداري والطبي والسكني. بس الاختلاف بين الثلاثه في حاجه واحده، انه كل شريحه او كل فئه من الحاجات اللي قلناها ده سعر شراء الوحده مختلف. يعني قال لهم في المرتبه الاولى اللي هو السكني، يعلو بعديه الطبي والاداري، اخر حاجه والتوب اللي هو التجاري. طيب ده بالنسبة لسعر الشراء. طب بالنسبة للعوائد برضك بيختلف بمعدل مختلف، بيبدأ قال لهم في السكني، وبعد كده بيزيد في الإداري والطبي، وآخر حاجة اللي هو التجاري. عشان كده معدلات الاختيار الاستثمارية بتختلف. طيب امتى اشتري ده وامتى اشتري ده؟ ده بتختلف على حسب البادجت والامكانيات بتاعتك. طيب ايه العوامل اللي انا بشتري على اساسها كل واحدة فيهم؟ تمام، انا لو بشتري شقة سكنية يبقى انا كده عشان عايز اسكن، مش عشان استثمر، لا ده عشان انا استقر، يبقى اخد السكن. طيب لو انا بفكر ان انا استثمر بس البادجت بتاعي انا والميزانيه بتاعتي متوسطه، لو انا راجل مش دكتور يبقى اشتغل على الاداري، لا انا لاقي في المجال الطبي يبقى اشتغل في العيادات او الحاجات الطبيه. طيب لا عندي الميزانيه كبيره والملاءه الماليه او المحفظه الماليه بتاعتي تساعد في التنوع الاستثماري، يبقى خليني في التجاري، وهو ده الافضل عائد استثماري موجود. طيب مين الحاجات التانية برضك اللي لازم ناخد بالنا في الاختيار في القطاع أو الحاجة اللي بنستثمر فيها؟ العوامل المحيطة اللي أنا على أساسها بختار. تمام، كل حاجة من اللي فاتت ليها عوامل مؤثرة عليها، منها المكان، الكثافة السكانية، الترافيك اللي حوالينها بيخدم على إيه، الخدمات اللي حواليها إيه. كل حاجة من اللي قلناهم ليها عوامل مؤثرة في الاختيار. تابعونا على الصفحة بتاعتنا وعلى قنوات اليوتيوب، تمام، واسألوا على باقي العوامل المؤثرة. معاكم ميسرة الجوهري، شركة ميسرة جروب للاستثمار العقاري. فكر تستثمر في الأماكن الجديدة، دي النصيحة الأخيرة، عشان دي المستقبل لكل الاستثمارات. كل مكان في الماضي صحراء، حاليا أغلى مكان، وكلنا بنتمنى ندخل